واش الخوت فيديو جديد غنهضروا فيه على الكآبة وعلى الشخص المكتئب وكيفاش تعرف راسك واش في الاكتئاب وشنو هما الاعراض ديالو. نتلاقاو مور الانترو. الكانه المكتئبه ديما كتلقى راسك كتحس بالحزن بلا ما تعرف علاش. فاش كتشوف في المستقبل ديالك كيولي بالك حاجه غامضه وانت براسك ما عارف شنو باغي تولي في المستقبل، وما عندكش حلم واحد، عندك بزاف ديال الاحلام كيبقاو يتبدلوا وما كتبقاش تحس بالمتعه. ماشي كيما كنتي شحال هادي ديما كتكون عيان ومهلوك وما قادر دير والو وكتعجز دير شي حوايج اللي صغار وبساط وما كتبقاش عندك الثقه الكامله في راسك، كتبقى تنتقد راسك وكتحس بالذنب على شي حوايج اللي انت ما دايرهمش، وكيبقى فيك الحال على شي حوايج اللي بساط وما تقدرش تنساهم، وكتبقى تفكر في الموت وكتبقى تطرح بزاف ديال الاسئله في راسك ديال منين غنموت في الاخر، علاش نضرب هاد التماره كامله، وكتبقى تحلل شي امور اللي معقده وكتزيد تعقد راسك وداك الشيء ما منه والو. ولكن منين كتبغي تواصل مع بنادم وتقول لهم ما كتقدرش، كيكون عقلك مشتت وما قادرش دير حاجه وحده. النوم ديال الشخص المكتئب كيكون معذب، يا اما كيفيق معطل ولا بكري، وديما فاش كيفيق كيكون ظهره ويدو وكلشي كيضرو، واخيرا كيكون عنده خوف من المجتمع والقلق الاجتماعي وكيبغي ديما يبقى بوحده حيت كيكون خايف من المجتمع. المهم الا كانت فيك هاد المواصفات ولا بعض منها راه احتمال كبير تكون مصاب بالكآبه. المهم الا كنتي وصلتي هنا هبط الكومونتير وخلي لينا واش فيك شي حاجه من هادشي اللي قلنا من الاعراض ديال الكآبه، ولا لقينا التفاؤل غادي نحط حلقه على الحلول وكيفاش تخرج من هاد المرض. وما تنساش تخلي معك شي لايك وشي كومونتير، واللي اول مره كيشوف لاشين هبط تابونا معنا وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، ونتلاقاو في حلقه جديده وبلان جديد.